لبيك اللهم لبيك لبيك لا. العشر الأوائل من ذي الحج هي تلك الأيام المباركة التي ينتظرها المسلمون كل عام، فالعشر من ذي الحج هي الأيام التي يؤدي المسلمون خلالها فريضة الحج، خامس أركان الإسلام، وللعشر من ذي الحج فضل كبير سواء لمن أدى فريضة الحج أو من لم يأدها، فيكثرون فيها من العبادة والأعمال الصالحة والذكر، وتوافق هذه الأيام موسم الحج عند المسلمين، ويأتي ضمن هذه الأيام يوم عرفة الذي يعد أفضل أيام السنة عند المسلمين، كما يكون في نهايتها يوم عيد الأضحى والذي يسمى يوم النحر، لكثرة ما ينحر أي يذبح من الأضاحي تقربا إلى الله. ومن الآيات التي تم ذكرها في القرآن الكريم عن العشر الفجر وليال عشر والشفع. أفضل ما يقال في العشر الأوائل. كان الرسول صلى الله عليه وسلم في العشر الأوائل من ذي الحج يكثر من قول الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. لبيك اللهم لبيك لبيك لا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في أيام العشر يعدل الصيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي. ما هي الأعمال المستحبة في أيام العشر الأوائل من ذي الحجة؟ صيام الثمان أيام الأولى من العشر الأوائل من ذي الحجة هو مستحب لاستحباب الأعمال الصالحة فيها على وجه التعميم. أما صيام يوم عرفة اليوم التاسع من العشر من ذي الحج فهو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس فرض. حكم الحلق في عشر ذي الحجة. تعددت أقوال الفقهاء في حكم أخذ شيء من شعر الرأس في الأيام العشر من ذي الحجة لمن أراد أن يضحي، وجاءت أقوالهم كما يأتي. قالوا بعدم كراهة حلق شعر من البدن. ذهبوا إلى أن السنة تقتضي عدم أخذ شيء من شعر الجسم سواء كان من رأسه أو من غير ذلك، أو تقليم الأظافر لمن أراد أن يضحي أو علم تضحية غيره له، وذلك من بداية دخول شهر ذي الحجة إلى حين الانتهاء من ذبح الأضحية. قالوا بوجوب عدم الأخذ من شعر البدن، ونقل الوجوب عن سعيد بن المسيب وربيعة وإسحاق. والأصل في هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي ورد عن أم سلمة رضي الله عنها، فقال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. والذين قالوا بالسنة جعلوا النهي في الحديث للكراهة وليس للتحريم. الخلاصة ومما تبين من الأقوال والأحاديث أن الحلق في العشر ذي الحجة مكروه وليس مستحب ولا محرم. ولتجنب الوقوع في الخطأ عموما، ففي أيام العشر الأوائل من ذي الحج لا تقوم بالحلق إلا للضرورة القصوى. لبيك اللهم لبيك لبيك لا. نية التوبة. الصلاة وقيام الليل. الصدقة. قراءة القرآن. صلة الرحم. الأضحية لمن استطاع. الحرص على مداومة ذكر الله. الاجتهاد بالدعاء. التهليل والتكبير والتحميد كما هو مسموع. لبيك اللهم لبيك لبيك لا. ما بين رمضان وعشر ذي الحجة يتغير البعض عما كان عليه في رمضان، فتأتي العشر ليصحح المسار ويتأهب لرحلة طويلة بين العشر ورمضان. العشر الأوائل هي فرصة لتصحيح المسار مع الرب الكريم، فلا تكن لها من المدبرين. في ساعات أيام العشر يكون الارتباط بالخالق جل جلاله من خلال القلوب الطاهرة الزكية التي استشعرت عظمة الجهاد في سبيل الله.
العشر خير أيام العام، بالنساء من الفجر الجميل إلى مغيب الشمس، نستنهض في هذه السويعات الرحمات والبركات والنصر من رب البريات. وقد وصلنا الآن إلى نهاية الفيديو، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليأتيك منا كل ما هو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.